هاي فيلز، عاملين ايه؟ وحشتوني. فيديو النهارده مش عن جوسب. النهارده فيديو عن آم، يعني شوية أفلام ومسلسلات كي دراما من ترشيح الناس. ولما شفتهم، هل كانوا حلوين؟ ما كانوش حلوين، مش عارفة. هنكتشف مع بعض. وأولا هو بجد معايا في القناة، أنا اسمي يارا. لو انتوا معايا في الصالون من بدري، هلو وحدوني، عاملين ايه؟ اول حاجه يتصدر معانا القائمه لافلي رانر. اولا انا مش عارفه الناس عامله عليه هايب ليه، مش فاهمه بصراحه. حاسه ان في احسن من كده، حاسه ان هو طلع عشان متروج له كتير بس. بيون وسوك ما حسيتش ان هو بيمثل بصراحه. بصراحه بقى هما بس طالعين بيه السما عشان هو شكله حلو، وانا بالنسبه لي يعني it's not my standard. انا بتفرج على تمثيل حلو. تمثيلك حلو انت حبيبي وروح قلبي وزي الفل. تمثيلك مش حلو، مع السلامه، حتى لو كنت ملك جمال العالم. ف قصه it's very poor. حاسه ان هما كانوا عندهم فكره حلوه، حتى في النهايه بتاعه المسلسل انا حسيتش ان هي دي نهايه المسلسل. حاسه ان في احداث كتير قوي اتحشرت في النص واتهدرت في الاخر. حاجات كتير قوي كان ممكن يشتغلوا عليها و... ونسيوها تقريبا في اخر الحلقه. حاسه ان هو يعني كمسلسل كفكره كانت كويسه، بس يعني اتلاكس حاجات كتير قوي 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 كان ممكن تتحط تغير التفاصيل الناقصه دي. فده اول حاجه معانا. تاني حاجه جوبلin. مش قصدي حاجه لعشاق مسلسل جوبلin، بس انا ممكن عشان ابتديته متاخر، ممكن كان في وقتها كان حلو. اول ما الناس يعني المسلسل اول ما طلع ممكن في وقتها كان حلو. I'm sure ان هو كان في وقتها كان حلو، ممكن يكون كانت حاجه جديده حصلت يعني في الكي دراما. بس انا ممكن عشان انا اتفرجت على مسلسلات اجمد وقصصها مشبعة اكتر، فحسيت ان انا هنا الموضوع ماشي بهدوء اكتر، رومانسي اكتر ما هو فانتسي. ف it's not my vibes، فما حسيتوش. بس كتمثيل بصراحة لا، 10/10 يعني. بس هي القصة تقريبا عشان انا اتفرجت على كذا حاجة زي كده، فالقصة بالنسبة لي عادي يعني، مش حاجة اول مره اتفرج على قصه من النوع. طيب تالت مسلسل معانا هيبقى او فيلم بقى، هو فيلم اسمه I saw the devil. اول حاجه it's not family friendly. تاني حاجه اللي هيرشحها لكم مريض نفسي. بجد ايه ده؟ ايه ده؟ ليه ممكن حد يرشح لحد مسلسل زي كده او فيلم زي كده؟ ليه بجد؟ ليه؟ حرام عليكم. ليه اشوف كل المناظر الغريبه والبشعه دي؟ لا 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 it's so ده مش اوفر ريتد. ده اللي مرشحينه سايكوباتيك. بجد انا يعني لا انا بس اتفرجت عليه عشان اعرف النهايه هتكون ايه. بس كده كاحداث انا كان لا بجري، بجد بجري. مش عايزه اشوف المناظر البشعه دي، مش عايزه اشوفها. لا 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 لا، اتخطى كل الحدود وكل الحاجات. فبجد I don't recommend it. يعني حتى لو شفتوا اي فيديوهات عليه وقد ايه هو بدايته جامدة ان احنا نتفرج عليه، اوعوا بجد اوعوا. it's not worth it. بجد سلامكم النفسي اهم. بالنسبة لي برضو كان مسلسل اسمه ايه ده، فينشينزو. انا ده كان صدمتي فيه بقى وحشة قوي وحشة قوي، لان انا اتفرجت للممثل ده على مسلسل برضو وكان تمثيله حلو. هو تمثيله حلو ستيل، بس المسلسل مش واخد طابع الاكشن في كل الحلقات زي ما هو. يعني دخل لنا بأجمد مشهد في أول حلقة. أنا كنت متوقعة بقية المشاهد أو بقية الحلقات على الأقل تبقى بنفس المستوى. هو نزلني المستوى أقل، اللي هو الجو العائلي والجو الكوميدي، أكتر ما حطني في مستوى الأكشن. يعني أنا كنت بشوف الأكشن ده كل فين وفين. كقصة حلوة، بس أنا كنت داخلة أشوف أكشن، ما كنتش داخلة أشوف عائلي أنا وكوميدي. بجد يعني انتوا لو شفتوا ذا مانيبيوليتد اللي هو شغال دلوقتي، طبعا انا ما نزلتلوش اي حاجه لان هو اوريدي كل الناس عارفاه، فهو مش اندر ريتد الحمد لله. ف ذا مانيبيوليتد ابتدى بقصه جامده جدا طحن، وكمل بقيه الحلقات بنفس المستوى. مفيش واحده بتقل على التانية في المستوى. دايما يعني مبهوره. انا كنت عايزه اشوف ده في فينجينزو، بانتاج، باكشن، بطريقه حوار،
كل حاجة. أنا كنت يعني كان نفسي المسلسل ده يبقى شامل كده زي ما manipulated دلوقتي شامل كده. كان نفسي يبقى المستوى ده هو اللي ماشي بيه فينشينزو، كنا هنبقى في حتة تانية بجد. فكان overrated بالنسبة لي، كان يعني يعتبر عادي، مسلسل عادي كدراما، هو عادي يعني، مش متفوق في الأكشن أوي، لأ هو أكشن واحد. لما manipulated هو اللي اتحط له 10 من ده مش 10 من 10، مليون من 10 ونجمة وبوسة وكل حاجة. يعني كفاية ان هي القمر اللي انا ما كنتش متوقعها دي بجد. بصراحة بالنسبة لي فينشينزو يتفرج عليه كده حاجة لايت، انما لو عايزين تتفرجوا على حاجة اكشن عندكم ذا مانيبيوليتد لسه نازل طازة وحاجة زي الفل يعني. تالت كي دراما معانا، هو بصراحة انا داخله له تلكيكة، هو مسلسل هاوس. عايزين تتفرجوا على حاجة شبهه؟ طبعا هو فوق التقييم، مش هقيمه، هو تحفة طبعا. ده كان من تقييم الناس، فهو مش overrated بصراحة يعني، كان تحفة بالنسبة لي، أول حاجة اتفرج عليها من تقييم الناس وكانت تعجبني. ليه؟ لأن أنا كنت بتفرج على مسلسل زيه اسمه بلايند. ايه الحلاوة والجمال والعظمة، ومفيش شك مليون في المية، والأحداث اللي ماشية بطريقة تحفة دي. يا نهار أبيض يا جماعة بجد، مش هتتوقعوا من الآيات ايه ده، ايه ده بجد، لا ازاي، لا بجد يعني، لو انتوا حبيتوا ماوس اضمن لكم تحبوا بلايند. مش معروف بس هو تحفة، تحفة underrated يعني. فبليز take a look on blind. وبالنسبة لي lovely runner هيعادلوا ايه يعني، ممكن see you in my 19th life. ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، ما خدش هايب زي ما lovely runner خد الهايب. ايه العظمة والجمال اللي حصل في المسلسل ده، ايه التحفة الفنية اللي انا شفتها دي، ايه القمر ده. انا عموما يعني بعيدا عن ان انا بحب الممثله اللي بتمثل في سيون ذا نايتيز لايف، بس انا مفيش حاجه اتفرجت لها عليها وطلعت وحشه بجد. انا دلوقتي لما بقيت بشوف بس شكلها كده في اي مسلسل فيلم، أنا اتفرجت لها على فيلمين وثلاث مسلسلات تقريبا. في الدراما ما اقولكمش، في الكوميدي، في الرومانتك، ايه الحلاوه اللي هي بتعملها دي بجد رهيبه. انا شفت لها ويلكم تو ساندرلي، فولوينج، حاجه سيتيزن، مش عارفه ايه سيتيزن، هحطه لكم هنا عموما يعني. و see you on the 19th life. هتقولوا لي بقى لافلي رانر ولا بيون وسوك، الاخت دي بتعمل عظمه في 19 see you in the 19th life. فدي كانت بالنسبه لي لستة الكي دراما الاوفر ريتد، وحرام عليكم بجد بقى ارحمونا شويه. يعني بجد مش عارفه الناس بقت بتقيم على اساس ايه، بس هي اذواق يا جماعه بجد يعني، انا بقعد اقول هي اذواق. فيس that was the video of today. ما تنسوش تقولوا لي لو عجبكم، ايه رايكم في يعني متفقين معايا مش متفقين معايا، ذوقكم عامل ازاي، تحبوا ايه اكتر في الكي دراما تشوفوه. and yes, that was it for today. Hope you enjoying watching my video, another video. هتوحشوني. Bye.